اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا ريت لو اول مره تشوفي القناه تنزلي تشتركي من الزرار الاحمر تحت الفيديو، تفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجي عليه. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد من سلسله الروتينات بتاعتنا اللي مش هتخلص. الشتا دخل علينا والمدارس دخلت علينا واحنا لسه بنعمل في الروتينات بتاعتنا. الفيديو ده اصلا معايا على على التليفون بقاله يومين ثلاثه. بس زي ما انتم عارفين بقى الولاد والدروس والبيت والمسؤوليات والحاجات دي كلها، بجد والله العظيم ما قادره اصلا. قصدي مش فاضيه ان انا اقعد ان انا امنتج الفيديو واسجل صوتي. بس الحمد لله. كده كنت هعمل معاكم النهارده بقى الركنه، هنغسل الركنه مع بعض ونغسل السجاد بتاع الركنه مع بعض، وهنشيل الستاير وهنزعف الحيطان وهنصبنها. يعني هنعمل بقى الروتين العميق بتاعنا كله عشان ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو اللي جاي او اللي بعده مش عارفه لسه. هنفرش بقى الشقه مع بعض. لو عرفت ان انا افرشها لكم كلها ان شاء الله مره واحده هعمل كده، ولو ما قدرتش هخلي الفيديو على يعني على يوم مرتين، يعني هنزل لكم الفيديو على مرتين. هنا كده بقى قلت اكنس عشان لما اجي وكده، لما اجي يعني عشان امسح او اغسل الركنه او حاجه ما يبقاش الارض فيها اتربه ولا حاجه يعني. وهنا كده همسك السقف كله ازعفه. خلينا متفقين ان الالوان الغامقه والفاتحه بتلم اتربه. بجد اقسم بالله اللون الابيض واللون الاسمر ده حاجه صعبه جدا، اتربه اتربه اتربه. انا كده زعفت وخلصت. هطلع بقى اشيل الستاير. انا كنت شلت الستاير بتاعت البيت كلها معاكم في الفيديوهات اللي فاتت، كان كل مكان بنضف فيه بشيل سجاده وبغسله، بشيل الستاير بتاعته، بنصبن الحيطان بتاعته، بنزعف. يعني الحاجات اللي المفروض نعملها كل فترة دي. وبرده مش كل فترة، كل ما انت يعني كل ما تلاقي الحاجة دي محتاجة بتعمليها. هنا كده شلت بقى الستاير كلها. وهجيب الطبق دوت فيه كلوريكس الوان وبرسيل جل. انا بستخدم برسيل جل اللي هو الازرق اللي هو باللافندر، ده جميل جدا وريحته حلوه قوي قوي قوي، وما بيعملش الرغوه الجامده يعني. وكمان يعني ما تحاوليش انت تزودي فيه، يعني هو غطا واحد منه بس او اقل من كده، لان انا مش مزوده الميه يعني كتير، برضو انا بحط ميه حاجه بسيطه. وهمسك كده الايدين بقى بتاعت الكرسي وظهر الكرسي، كل حاجه في الكرسي. وبالذات اللون الكشمير دوت بيبان فيه ان كان توسخ حاجه. ده بيبان فيه قوي عن اللون التاني اللي هو الفراني ده، ما بيبانش فيه قوي يعني. همسك كده الايدين بتاعته كلها. زي ما قلت لكم مش حاطه في الميه غير كلوريكس الوان وبرسيل اللي هو البرسيل الجل. ريحته حلوه. يعني لو بجد بتستخدموه، يعني نصيحة مني ان انتوا تستخدموا اللي هو البرسيل الجل اللي هو الازرق باللافندر. ريحته جميلة جدا، بتفضل ثابتة ان كان في هدوم كان في مفروشات حاجات دي بتفضل ريحته ثابتة فيها يعني. كده همسك بقى الظهر بتاع الركن، انا ما سبتش حتة فيها. او بالذات كمان الكابوتونيه اللي انتوا شايفينه دوت العفار بيفضل يعني فيه، بتلاقيه مليان اتربة. فانا بالفرشة كده وبدخل في الحتت اللي هي دي. وبتنضف معايا، يعني بتنضف معايا بسهوله. ولو عندك كمان الفرشه اللي هي بتاعه المفروشات اللي بتنضفي بيها الانتريه، بتنضفي بيها الركن، الحاجات دي بتنضف. وكمان لو عندك مكنسه بالكهرباء، ممكن من ليها مكان كده انت تشفطي منها الحاجات ديت من الكابوتيني وكده يعني. انا جبت معاكم الركنه كلها، انا غسلتها كلها، بس جبت معاكم حتت حتت لان الفيديو كان هيطول مني قوي. هنا في كل حته بقول له بجيبها لكم اهي معايا، كل مكان باخده واحده واحده لحد ما بخلصه. ان شاء الله بقى هنيجي نفرش مع بعض، هتبقى كل الحاجات ديت نظيفه، يعني خلصنا منها. فين وفين بقى لما نبقى نعمل الحاجات دي تاني هنحاول بقى نحافظ. انا عندي فرش للركنه، للشلت بتاعه الركنه، يعني كان نفسي اجيب اللي هي الكسوه الكامله دي عشان تحافظ عليها يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هجيبها. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ يعني. كده جبت السجاد، هغسل معاكم السجاد كمان عشان بقى زي ما قلت لكم حاجه بنبدا في حاجه يبقى نخلص منها كلها مره واحده عشان نبقى نرتاح. مش النهارده هغسل الركنه بكره هعمل السجاد بعده هغسل الستاير، لا انا بحب كل حاجه اول ما بفتح شغل في حاجه بخلصها على طول.
هنا كده كنت بجيب عماله بقى، هو كل المشكله اللي بتعطلني ان انا كل شويه اروح اجيب ميه اروح اجيب ميه. وبرضو على فكره حاطه في الميه بتاعه غسيل السجاد دوت، انا حاطه فيه برضو برسيل جل، وحاطه فيه كلوريكس الوان. انا ما بحبش استخدم الكلور ده ابدا، انا بحس ان هو بيبهت لو معاكي في سجاد في مفروشات في اي حاجه بيبهدل الدنيا، فانا ما بحبش استخدمه خالص. انا البديل عندي دايما ليه اللي هو كلوريكس الوان جميل جدا. وكده بقى خلاص كده بشطفها بعد ما خلصت غسيل، وهلمها وهحطها في الحمام بس شوية فترة شوية، يعني فترة كويسة كده لما بس تصفي المية اللي فيها، وبعد كده هطلع انشرها على البلكونة. وهمسك التانية برضو، دي بتاعة الطرقة، نفس اللي عملته في التانية هعمله في دي. هنجيب مية ونقعد نغسل بقى. الفرشة بتاعة السجاد هي حلوة يعني، بس صعبة جدا، ما بتاخدش ما يعني مش بتروح وتيجي معاكي كده، لا صعبة. انا بحس ان احسن اللي هي اليدوي الصغيرة دي، بحس ان انا بتحكم فيها اسرع عندي. بس دي بتنظف ومريحة انك وانتي واقفة، يعني بتساعدك وانتي واقفة بدل ما كل شوية توطي وتعملي، فده تعب يعني. فدي بتساعد على قد ما بقدر ان انا بتحكم فيها وبعمل لما بلاقي مكان يعني مش نظيف بمسك اللي هي الفرشة الصغيرة دي وبستخدمها على طول. وهنا كده برضو هشطفها وهلمها. وهروح اجيب بقى المساحة كده، بجيب المية واحطها كلها تحت الركنة، بحيث لو في اتربة ولا حاجة وانا بمسح كله يعني يتشال معايا بسهولة. وفعلا كان في اتربه وفي حاجات كتيره معرفتش اجيبها وانا بكنس بالمقشه، جبتها بالمساحه طلعت معايا كلها، والميه يعني عملتها معايا كلها يعني. كده همسح كله، هشيل كل الميه وكل الحاجات اللي موجوده عنده موجوده هنا دي، وهجيب من تحت الركنه، وهشيل الركنه برضو اجيب من تحتها عشان كان في كميه ميه كبيره جدا. انا عشان غسلت السجاد بتاع الصاله كله هنا، وقعدت اشطه فيها مره واتنين والله، فعملت معايا ميه كتير قوي. بس انا مش هسيب ميه خالص، بالمساحه وكل حاجه هشيلها. وكمان بعد ما اخلص بالمساحه هجيب بقى المساحه التانية دي يعني اشطف بيها السجاد، بحيث ان قصدي انشف بيها السجاد بحيث ان ما يكونش فيه ميه خالص يعني. كده زي ما انتم شايفين هسحب الميه كلها، شوفوا كميه الميه رهيبه. هسحب الميه كلها، ده الحمام اللي انا بدخل عليه الميه ده، وهرجع كل حاجة مكانها. وهجيب المساحة التانية، ده بعد ما خلصت بعد كذا محاولة، ما جبتهاش معاكم يعني في الكاميرا. هنا كده هجيب المساحة دي هنشف بيها بقى المية اللي تحت كلها، بحيث ان ما يبقاش في مية تحت الركن ولا حاجة، لان ما تعملش ريحة مش كويسة، المية تتراكم كلام من ده. فكل حاجة نخلصها يعني ونخلص منها بدري بدري كده. كده مسحتها. المساحة دي جميلة جدا 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 في التنشيف بصراحة، وفي المسح كمان يعني. الفوطة اللي فيها بتساعد ان المكان ينشف بسرعة. هرجع كل حاجة مكانها، وهكمل بقى مسيح الصالة كلها. زي ما انتوا شايفين السجاد ما بقاش فيه اي حاجة خالص. انا كده كنت رحت غيرت الوش بتاعها التاني زي ما وريتكم المرة اللي فاتت. انا عندي وشين، وش للارضيات ووش للحوائط. كنت غيرت الوش بتاعها وجبته بقى عشان ازعف بقى اللي انا كنت زعفت معاكم في الاول. هنا بقى هصبن بقى الحيطان وامسحها وكده. لازم قبل ما نيجي نمسح ولا نعمل اي حاجه في الحيط وحاجات زي ما انتم شايفين يعني، لازم نعمل نزعف، عشان الحيط بيبقى مليان اتربه، جبسون بورد بيبقى مليان اتربه، فما ينفعش ان احنا نمسح على الاتربه اللي موجوده على الحيط دي. فنزعف او بفرشه او اي حاجه اللي موجود عندك، وبعد كده تبداي تمسحي المسحه دي. جميله المساحه دي، بتوصل معاكي للاماكن اللي انت مش طايلاها، وبتمسح يعني حلوه جدا. هنا كده الاماكن اللي كانت تحت دوت انا جبت سبونج كده خفيف، ما بحبش السلك، ما بستخدموش ابدا على الحوائط. بحسه انه بيبهدل الحيط وبيطلع الدهان اللي عليه، فانا ما بستخدموش خالص. وزي ما قلت لكم انا ما بسيبش اصلا بقع، يعني اي بقعه بشوفها على الحيط وكده في وقتها، عشان برضو ما تثبتش وتبقى صعبه معايا ان انا اشيلها. فانا على طول
اول ما بشوف في بقعه على طول، يعني ما باخد بالي من اي بقعه وكده بشيلها على طول في وقتها. فما يعني مش بتلزق عندي، وبتبقى سهله بالسبونج ان هي ان انا اشيلها يعني. هنا كده هلمع كل الحاجات اللي كانت على المكتبه. اخر حاجه بقى هعملها معاكم كده، هطلع المع النجفه، واعملي حاجات كتيره قوي منها والله وانا بلمعها. ويكفيكوا شر الشعلقه اللي انا كنت فيها دي. بس قلت بالمرة كمان لان كان شكلها مش لطيف، جبت الملمع وبرش على كل مكان فيها كده، واوقات برش على الفوطة وبعمل وبمسح بيها. مسحتها كلها. كان عليها اتربة وحاجات كتيرة قوي. انا من زمان بصراحة ان انا ما طلعتش عملت الحركة دي. بس الملمع ده ملمع زجاج. حلو قوي، لمع معايا يعني النجفة يعني، خلاها كويس. وهنا كده بوريكم ركنة بعد ما خلصت. شفتوا شكلها بقى نور ازاي؟ يا ريت لو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو زيك عشان يشجعني. ويا ريت لو القناه، لو اول مره تشوفي القناه تنزلي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس وتختاري كل، عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجي عليه. ويا ريت تشيروا لي الفيديو عند اصحابكم، اخواتكم، حبايبكم، اي حد يعني تعرفوه وبتحبوني، يا ريت تشيروا لي الفيديو عنده. ومع السلامه، ونتقابل في فيديو جديد.